لو لسه فاكر ان السينما الكورية هي بس بتعمل دراما او رعب، يبقى انت لسه ما شفتش افلام النهارده. حلقة النهارده مش لاي حد، دي للناس اللي بتحب تتفاجئ وتتشد وتتعلق بالمشهد لحد اخر نفس. انا سقراط ودي حكايتنا النهارده هقول لك على اقوى 10 افلام كورية لازم تشوفهم. رقم 10 مارسيلس، جريمه سجن وشغل عصابات. الفيلم ده من الاخر بيقول لك ما حدش يثق في حد. حكايه اتنين، واحد بلطجي وواحد طالع من السجن ومليان طموح. علاقتهم بتبدا كاخوات في السجن وبعد كده بتتحول لصراع على السيطره بره السجن. الاخراج حاد والاجواء مشبعه بالتوتر. التمثيل ما بين الابطال كان فيه نار تحت الرماد. كل مشهد فيه ريحه خيانه. يمكن تقييمه على IMDb كان 6.7، بس في رايي تاثيره اكبر بكتير. رقم 9 نو تيرز فور ذا ديد. قاتل مأجور بيقتل بنت صغيرة بالغلط وبيتكلف بمهمة انه يصفي امها، بس الضمير بيصحى وده بقى بيقلب كل حاجة. اكشن جامد جدا، بس في القلب في وجع، في تردد، في معركة داخلية اعمق بكتير من معركة البنادق. البطل عامل اداء جامد جدا والمشاهد فيها صمت يخوف اكتر من الانفجارات. تقييمه على IMDb 6.7، بس بصراحة ده فيلم تقيل. رقم 8 A Tale of Two Sisters. رعب نفسي من اللي بيقعد جوه دماغك. اختين راجعين من مصحه نفسيه وبيتهم بقى مليان حاجات مش مفهومه وام غريبه واحداث تخليك تشك في الواقع كله. الاخراج بصريا تحفه، زي كانك بتحلم حلم بايظ، بطيء ومرعب ومليان رموز. تقييمه 7.1 على IMDb ويستحق المشاهده كاحد ارقى افلام الرعب الكوري. رقم 7 ذا باتل شيب ايلاند. ملحمة تاريخية على جزيرة الموت. مئات الكوريين اتسحبوا بالقوة علشان يشتغلوا في مناجم الفحم تحت الأرض في ظروف غير آدمية، بس وسط كل السواد ده بيطلع أمل، ثورة صامتة بتغلي وبتنفجر في لحظة. الأبطال بيقدموا أداء قوي جدا ومليان وجع. تقييم الفيلم 7.1 على IMDb، لكن التجربة البصرية والدرامية أكبر من أي رقم. رقم 6 A Hard Day. تخيل تبدأ يومك بدهس بني آدم بالغلط وتخبيه في تابوت أمك، ومن هنا تبدأ سلسلة كوارث ملهاش آخر، ابتزاز ومطاردات وقرارات مستحيلة. الفيلم سريع وذكي وتحس إنك قاعد على أعصابك طول الوقت. تقييمه 7.2 على IMDb وهو فعلا يستاهل. رقم 5 ذا كول. مكالمة ما بين اتنين ساكنين في نفس البيت، واحد في الحاضر والتانية في الماضي. الموضوع بيبدأ كده بس بيتحول بعد شوية لصراع زمني مجنون ما بين الخير وبين الشر. الإخراج عبقري والتوتر بيزيد كل ما الاتصال بيكمل. البطلة عاملة أداء مرعب. تقييم الفيلم 7.1 على IMDb وهو فعلا من أذكى أفلام الخيال النفسي في آخر 10 سنين. رقم 4 هان. لعبة مخابرات معقدة جدا في الثمانينات في كوريا. جاسوس شمالي متخفي في وسط عملاء الجنوب واتنين من الضباط بيشكوا في بعض. لي جاي أبدع كمخرج وكممثل. الفيلم كله شغل مخ، تحولات وخيانة. تقييم الفيلم على IMDb 6.9، لكن بصراحة الفيلم فيه حاجات كتيرة جدا تشد. رقم 3 ذا وايلن. رعب بطيء لكنه بيكسرك حتة حتة. قرية صغيرة، حالات وفاة غريبة، وتحقيقات بتقود لشعوذة وجن وعفاريت. ده مش رعب من النوع اللي بيخضك، ده رعب يخليك تحس بالبرد في قلبك. تقييمه 7.4 على IMDb. هو فيلم من أكتر أفلام الرعب الكوري تميزا. رقم 2 ترين تو بوسان. أب وبنته في قطر وفجأة الزومبي بيهجموا. فيلم زومبي بس كمان فيلم عن الإنسانية في أسوأ اللحظات. الأكشن جامد جدا، الدموع بتنزل، السيناريو عبقري. تقييمه 7.6 على IMDb وأعتقد إنه اتظلم جدا في التقييم ده. رقم 1 باراسايت. ده بقى ماستر بيس. عيلة فقيرة بتدخل حياة عيلة غنية بالتدريج وبتستغل كل حاجة لحد ما السر المدفون بيطلع. بون جون هو اللي صنع التحفة دي المتكاملة بصريا ودراميا وفكريا. ده من أحسن أفلام القرن. تقييمه 8.5 على IMDb. ودي كانت جولتنا في 10 من أجرأ وأجمد الأفلام الكورية اللي هتخليك تعيد النظر وتفكر كويس قوي في كل فيلم شفته قبل كده. لو في فيلم في دماغك اكتبه لنا في الكومنتات، ولو عايز ترشيحات تانية ابعت لي واحنا جاهزين. أنا سقراط ودي كانت حكايتنا النهاردة. لو عجبتك الحلقة دوس لايك واشترك في القناة، وما تنساش سقراط دايما هو اللي عنده الحكاية الصح.